أول تعادل أول تعادل لكولر قدام الزمالك في مباراة كانت مقفولة بسيرو. مدرب نادي الزمالك كان نازل قافل المباراة بالضبة من المفتاح، حتى لما جه في الجون وراح جايب جون قفل تاني. يعني دي مش مباراة، يعني دي أوحش حاجة في الدوري النسخة الجديدة، إن هي كل واحد بيجيب الجون ويقفل وانت نازل قافل من أول المباراة. أنا ما استمتعتش بالمباراة الحقيقة ما استمتعتش أول مرة، ما استمتعش بمباراة أهلي وزمالك. ليه بقى؟ المدرب قافل كل حاجة، الأهلي نازل فاتح وعايز يلعب وعايز يجيب، انت نازل قافل ما بتعملش حاجة، انت بتنافس معايا انت. يعني الغريب ان انت بتنافس معايا. مباراة كانش فيها هجمات، الأهلي ضاغط طول المباراة، هجمتين لنادي الزمالك، كورة لدونجا صدها الشناوي والجون جه. عدت من ايد الشناوي، عدت من تحت ايد الشناوي او من فوق ايديه، انا مش عارف عدت ازاي اصلا. فدي حاجة غريبة على الشناوي، انت مقدم الماتش طوله جامد و10 على 10 والكلام ده، بس جيت في الهجمة دي. تمام. كل المباراة ده، بعد كل المباراة دي، مين اللي مستفاد؟ ولا الأهلي ولا الزمالك، بيراميدز اللي مستفاد. بيراميدز قاعدة دلوقتي بدماغ هادية، يا سابونا الماتش، مش سابونا الماتش، ريحونا الماتش. بقى دماغ بيراميدز دلوقتي مش مشغولة قوي، بقى فرق 3 نقاط. لو كسبت بكرة طلع الجيش، لو طلع الجيش عملت حاجة رجعت أمل النادي الأهلي تاني وأمل الزمالك، لأن هيبقى فرق 3 نقط بس. فالمباراة كان النهاردة النادي الأهلي ضاغط، إمام ضيع، كتير ضيعوا، عبد الله ضيع، جراديشار ضيع، بس بدون إيجابية. نتيجة المباراة 1-1، بسبب إن جون هنا وجون هنا، والمباراة خلصت على كده.